في شيخ طلع على التلفزيون بيقول لواحدة أنا هبتدي معاك أنت بالضرب. طيب فإحنا هنشرح للراجل ده قد إيه هو مش فاهم تقريبا أي حاجة. أول حاجة ده في الإسلام بالنسبة للزوج والزوجة، أوكي، وفي مواقف معينة وهنشرحها، لكن دي مش مراتك فأنت مالكش عليها أي حاجة، ولا راجل ولا ست تقدر تضربه، أوكي. فده بداية الكلام. تاني حاجة، أنت مش من حقك أما ربنا يحط ترتيب لحاجة إن أنت تقول أنا هبتدي بكذا. لا، أنت مش من حقك تغير الترتيب يا باشا، أنت مش إله. ماشي، ده اسمه متاع الغرور، وده كان اختبار من الله ليك وانت فشلت فيه. طيب نشرح بقى للناس ايه الموضوع اصلا. في حاجه اسمها النشوز. النشوز مش من ان هي مش راضيه تنام معاك، النشوز ان هي بتعمل حاجه مش عاجباك. يعني زي ايه مثلا؟ يعني مثلا عماله كل مشكله ما بينك وما بينها ترفع سماعه التليفون، ايوه يا ماما ديجي 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 ديجي، وانت مش عاوز كلام يظهر لامها ولا للناس. فانت اول حاجه المفروض تعملها ايه؟ تعظها. يبقى ايه العظه دي؟ اول حاجه ربنا كتبها لك، اول حاجه مشكله ما بينك وما بين مراتك هتعظها. تاني حاجه هتعملها ايه؟ هتهجرها في المضاجع. طب بذمتك ده هيضرك انت ولا هيضرها هي؟ هيضرك انت. بس ربنا بيعلمك الادب، ان انت مش هينفع ان انت تتكلم وهي لو جت اتدلعت عليك هتقول لها يلا بينا. لا يا باشا، لازم توقف الموضوع لان الموضوع ده مضايقك بجد. فانت لازم تبقى راجل ان انت ايه، تتحكم في نفسك الاول قبل ما تقول انا عاوز اتحكم في حد. طب تالت حاجه ايه؟ اضربوهن. طيب حلو قوي. الضرب ده ربنا بيقول لك ايه بعديها؟ لو خلاص اتصلح حالها، خلاص ما تعملش اي حاجه، خلاص الحمد لله الموضوع خلص. طب امال ايه اللخبطه بقى ان انا اقدر اعمل اللي انا عاوزه في اي وقت والكلام ده كله؟ هوريك ازاي الشيوخ بيلخبطوا الحاجه كلها على بعض ويطلعوا بدين جديد. بص يا معلم، في آية في القرآن بتقول إيه؟ نساؤكم حرث لكم. يعني إيه؟ يعني من الآخر إن هي المحصول بتاعك. أوكي؟ آتوا حرثكم آن شئتم. يعني إيه؟ يعني تقدر تنام معاها وقت ما أنت تعوز، بس مش في لو في مشكلة. لو في مشكلة ربنا بيعلمك أنت الأول. طيب سؤال، هي لو زنت أنت من حقك تضربها؟ ده انا من حق اقتلها. لا يا حبيبي، مش من حقك تقتلها ولا اي حاجه. ده قانون المصري اللي بيقول لك كده، ان انت من حقك تقتلها، وبتطلع من القضاء بحاجه اسمها جنون لحظي، ان انت يعني اتجننت. طبعا الكلام ده مش في الاسلام في اي حاجه. انت لو قتلتها وانت دخلت على مراتك ولقيتها بتزني وقتلتها وقتلته او اي حد فيهم، هتخش النار خالد فيها، هتفضل خالد في النار. فمن الاخر انا سامحهم احسن لي. اوكي طيب، فاللي عاوز اقوله لك، طب امال المفروض تعمل ايه؟ بص يا سيدي، لو هي زنت عندك حاجه من الاثنين: يا اما اكتشفت واثبتت الكلام ده 100%، فبتعمل حاجه. الحاجه الاولى ان انت بتحطها في البيت حتى يحصل حاجه من الاثنين. يعني ايه؟ يعني انت بتحبسها في البيت، ما بترميهاش في الشارع. احنا مسلمين. هي زنت، انت ما بترميهاش في الشارع، انت بتعمل ايه؟ بتحبسها في البيت. طيب لحد لما يحصل حاجه من الاثنين: يا اما تموت، يبقى خلاص قعدت في البيت بتاكل وتشرب وكل حاجه لغايه لما تموت، او ايه، يجي لها ايه، يجي لها فرج من عند ربنا. يعني ايه؟ يعني ترجع بيت ابوها، ترجع اسمه ايه ده، تخرج يبقى عندها شغل، ايا كان الحاجه. بس لحد لما ربنا يدي لها الحكايه دي، هي هتفضل عندك في البيت غصبا عن عين اهلك. اوكي طب ده انا مش طايقها، مش مهم، ما تقدرش تعمل اي حاجه. طيب وفي حاله ان انت قفشتها بس مش عارف تثبت، اوكي، ده هتفتح سوره النور تقرا اول صفحه. هي هتحلف 4 مرات، والخامسه ان لعنه الله على الكاذبين. يعني ايه؟ يعني خامس مره لو حلفت بحاجه ان هي ما عملتهاش وكانت كذابه، خلاص لعنه الله عليها اصلا. يعني انت مش محتاج تعمل حاجه اصلا، هي اتهانت. طيب ده الخيانه برضو، لا انا اكيد من حقي. طب انا هديك معلومه ان في القران في نبيين مراتاتهم خانتهم، اوكي، اللي هم كانوا لوط ونوح. اوكي، ربنا كاتب ان هم كانوا تحت عبدين، يعني مش فاكر الكلمه بالظبط، فخانتهما. اوكي طيب، فالخيانه مش معناها ان هي نامت مع حد بس، الخيانه بتبتدي من بدري قبل كده. بالنسبه لك انت، لو لقيت مراتك بتكلم راجل ونازله تقابله في حب وهيام ولسه ما لمسوش بعض، بالنسبه لك دي خيانه. فمن الاخر، الخيانه مش لازم يكونوا ناموا مع بعض. الخيانه انت بتخون الله بان انت ما بتعملش اللي ربنا بيقول لك عليه، انت بتخون. الخيانه بتتحاسب هي. اوكي، فانت لازم تبقى فاهم الحته دي. طيب فبالنسبه لي اللي انا بحاول افهمه للناس، الاسلام، وهسيب لكم ايات هنا اهوت، ان ايه، ان ربنا بيقول للستات ان هم لهم زي اللي عليهم بالمعروف. وده في حاله حتى ان انت لو طلقت الست، مش من حقك تاخد اي حاجه من الحاجات اللي انت جبتها لها. مكتوبه في القران، مكتوبه بعد ما هم افاءوا اليكم، خلاص
هتاخدوا حاجات، لا ما ينفعش. طيب بعد ما تطلقوا انت، هل انت المفروض تقعد بقى تجري وراها وتشوف هي بتعمل مين وبتكلم مين؟ لا يا باشا، انت مش من حقك غير ان انت تحافظ عليها لمدة 3 شهور العدة، وبعد كده ما هي حرة فيما تعمل في نفسها 100%. ربنا بيقول كده في القرآن، بيقول كده في القرآن. فالمعاملات ما بين البني ادمين انت مش من حقك اي حاجة فوق اي حد. طب الشيخ ده كان بيعمل كده ليه؟ عشان بكل بساطة الشيوخ بقى عندهم أحقية متاع الغرور. الشيطان دايما بيخلي الناس تبقى عندها غرور، أنا أقوى، أنا هو أنت هتعمل كذا، هو أنا مش عارف إيه. مع إن في الآخر إحنا كلنا سواسية، مفيش حد أحسن من حد ومحدش يعرف مين أحسن من حد. ربنا بيبص علينا، بيبص على التقوى، والتقوى دي بتزيد بالأعمال، الأعمال الكويسة. وعندك سيئات ومحدش يعرف أساسا اللي جواك إيه، لأن ربنا بيحاسبك على اللي جواك. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيعني من الاخر انت لما بتتجوز واحده دي لازم تشيلها في عينيك، ولو في حاجات مش عاجباك وخلاص انت مش طايقها سيبها يا باشا، بس ما تعملش اي حاجه تانية، وما تتعاملش ان حقوقي ومش عارف ايه. ارجع للقرآن، اعرف حقوقك وحقوقها. هي ليها حقوق كتيره قوي ما بتاخدهاش، وفي نفس الوقت انت ليك حقوق كتير قوي ما بتاخدهاش. احنا ماشيين على حاجات غير الاسلام، مع اننا لو مشينا بالحقوق اللي ما بين الراجل والست اللي موجوده في القرآن الاتنين هيبقوا مبسوطين 100%. 100% والله العظيم جربوها، بس اعرفوا كل الحقوق، لان كل موقف مختلف عن التاني. والشيوخ بتأول يعني ايه؟ يعني مراتك انت هتضربها وهتغتصبها، ايه الهبل ده؟ حضرتك اساسا انت المفروض ما تلمسهاش لو في مشكله ما بينك وما بينها. لا لا لا، ده اتوا حرثكم انا شئتم. فبتلاقي حاجات زي دي غلط منتشره في الاسلام. فلا، مش في الاسلام كمنهج، منتشره عند شيوخ مش فاهمه كويس. فما تاخدش دينك من الشيوخ. دلوقتي بقى عندك ذكاء اصطناعي، تقدر تعمل ايه يا باشا؟ اكتب له بكل بساطه هل الاسلام بيقول تضرب الست؟ انتر بس، خلاص هيطلع لك بقى. قول لي الاحاديث والايات والمواقف، وهيجيب لك كل الاراء يا باشا. اقرا وافهم وهتكتشف اللي انا بقوله لك هو الصح. بس انا ما اعرفش والله ولا الشيخ ولا الست ولا كانوا بيتكلموا في ايه، بس انا استفزني حته ان انا هغير دي. انت مش من حقك تغير حاجه يا باشا، اللي ربنا نزله زي ما هو يا باشا، ما تغيرش حاجه، ده مش من حقك. ايا كان بقى انت علمك كويس علمك وحش، انا ما اعرفكش، ممكن يكون علمك عالي وسقطت في الامتحان ده. فالمفروض تعمل ايه؟ كلنا بنغلط، كلنا هنتحط في موقفه ان احنا نغلط، والمفروض ما نكملش في الغرور. نعمل ايه؟ نستغفر ربنا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خلاص خلصنا. عديها يا باشا، اما ربنا يمتحنك تاني حاول تنجح بقى في الامتحان، تقول اللي موجود في الايه، في الدين الاسلامي، مش في دماغك، ماشي؟ عشان ده حاجه وده حاجه. صباح الفل.